السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم طلابنا طلاب الصف الرابع؟ اليوم إن شاء الله سوف نأخذ مخ الوعل. دائما نبدأ بسم الله نتوكل على الله. الكاتب إيسوب كاتب يوناني، ولد في 620 توفي 564 قبل الميلاد، وكتب بحكايات تسمى خرافات إيسوب. هيا نقرأ مع بعضنا البعض. رقد أسد في عرينه مريضا غير قادر على أن يحصل لنفسه على طعام، فقال لمساعده الثعلب: أريدك أن تذهب إلى تلك الغابة وتستدرج الوعل الجسيم الذي يعيش هناك إلى عريني، فإني راغب في أن يكون عشائي من قلب الوعل ومخه. مضى الثعلب إلى الغابة ووجد الوعل وقال له: إن ملك الغابة مشرف على الموت، وقد نصبك على الحيوانات خليفة له. هز الوعل رأسه وقال: وماذا سأستفيد من هذا المنصب؟ قال الثعلب: القوة والمال والنفوذ إلى جانب مراع شاسعة ستخصص لك وحدك من دون شريك. انتشى الوعل أعظم انتشاء، ولم يزل الثعلب يغريه ويعده إلى أن حرك فيه طمعه فقبل بالمهمة. عندها قال الحيوان الماكر: أرجو ألا تنسى أنني أول من حمل إليك النبأ السعيد، والآن لابد أن أعود إليه. وإن انتصحت بنصيحتي أتيت معي لتكون إلى جواره في لحظاته الأخيرة. تبع الوعل الثعلب إلى عرين الأسد الذي ما إن اقترب منه حتى وثب عليه، لكن وثبته لم تكن موفقة، ففر الوعل بأذنين ممزقتين وقفل راجعا إلى مأواه. انغم الثعلب وحس الأسد بخيبة أمل، ولكنه طلب من الثعلب أن يحاول استدراجه مرة أخرى إلى العرين. أسرع الثعلب إلى الغابة ثانية، حيث ألف الوعل يستريح يريد أن يفيق من فزعته، ولم يكد يشاهد الثعلب حتى صاح فيه: أيها الماكر، ما تعني باستدراجي إلى حتفي؟ إليك عني، وإلا أرديتك بقرني قتيلا. لكن الثعلب قال بلا حياء: يا لك من جبان، بالتأكيد ما ظننت الأسد أراك بك ضرا، ما أراد إلا أن يسر في أذنك بعض الأسرار إذ فررت كأرنب مذعور، ولست أدري هل ينصب الذئب بدلا منك ما لم تعد من فورك لتبين له أنك جدير بالثقة. أتخاف من ذلك الأسد الهرم وأنت ما أنت عليه من قوة وضخامة؟ وما زال يحدثه ويأتيه يمينا ويسارا حتى اغتر الوعل وعاد إلى العرين، وفي هذه المرة لم يخطئ الأسد، ومن فوره أولم بلحمه وليمة. في تلك الأثناء وقف الثعلب يتحين الفرصة، وإذ غفل الأسد اقتنص الثعلب المخ ليكافئ به نفسه لما بذل، وفي لهفة راح الأسد يبحث عن المخ بلا جدوى، فقال له الثعلب وهو يراقبه: أعتقد أنه لا طائل من بحثك عن المخ، فإن من يأتي إلى عرين الأسد مرتين لا مخ له. وضع أستاذي قصة لطيفة جدا تبين بأنك لا يجب أن تثق بالمكر، وبماذا أستاذي بالشخص نفسه مرتين إذا غدر بك. إياك أن تخطئ بشكل كهذا. المستوى الأول: ماذا أراد الأسد من مساعده الثعلب؟ قلنا أستاذي أراد منه أن يحضر له وعلا ليأكله. طبعا أستاذي عدم القراءة بشكل سليم، أو كما يقال أستاذي إذا كانت الكتابة صعبة لك تأخذه من القراءة. ما الحيلة التي احتالها الثعلب على الوعل ليقنعه بالذهاب إلى عرين الأسد؟ قال له أن الأسد يريد أن يعينه خليفة له. نجح الثعلب في استدراج الوعل، لكن الخطة فشلت في البداية، فمن تسبب في ذلك؟ الأسد، لأنه لم يتمكن من إمساكه جيدا.
كيف استطاع الثعلب أن يقنع الوعل بالعودة إلى عرين الأسد رغم ما حدث في المرة الأولى؟ قلنا أستاذي هنا قام بإقناعه أنه أقوى من الأسد الهرم، هذه هي الأولى، وقال له أن الأسد كان يريد أن يخبره بأذنيه شيئا. هذه هي. ما الحكمة من النص؟ قلنا أستاذي أن لا نثق بالشخص أو بأي أحد الذي يخدعنا مرة أخرى. إياك أن تثق بمن يخدعك يا صديقي مرة أخرى، والشخص الحكيم يعرف من الذي سيخدعه قبل أن يخدعه. أختار الإجابة الصحيحة من بين البدائل. أريدك أن تذهب إلى الغابة وتستدرج الوعل الجسيم. ماذا يعني تستدرج؟ قلنا أستاذي ليس معناها تناديه، ليس تستعطفه، تضربه، تستميله بالحيلة، هذه هي معنى تستدرج. انتشى، ماذا يعني انتشى؟ اشتد فرحه بهذا الشكل. أتخاف من ذلك الأسد الهرم؟ الهرم أستاذي أي العجوز، الهرم أي عجوز. اكتب مرادف ما تحته خط في الجمل الآتية. وتستدرج الوعل الجسيم، ما يعني الجسيم أستاذي؟ أي كبير الحجم، كبير الحجم، هذا هو معناه. أيها الماكر، إلى حتفي إلى موتي. أرجو أن هنا موتي بهذا الشكل، اكتب موتي بهذا الشكل. أرجو أن لا تنسى أنني أول من حمى إليك النبأ أي الخبر. إن غم الثعلب أستاذي أي حزن وهم، وكما يقال أصابه الحزن والهم. أقرأ النص قراءة صامتة واستخرج الأفعال التي قامت بها كل شخصية وفق الجدول كما في الآتي. الأسد رقد، وثب، أيضا هنا علينا العودة إلى النص كاملا. هيا نقول الأسد، لاحظوا، أولم، أيضا أولم أي جعله وليمة. التي بعدها يا أصدقائي نعود ونقرأ. يبحث، طبعا هنا يريد الماضي فقط أتوقع، لا يبحث ليس فقط الماضي، يبحث عن المخ. أيضا أكل بهذا الشكل. هنا ثانية. قال أيضا، قال الأسد من الأفعال. الآن الثعلب، نأخذ أفعال الثعلب. يغري، يعد، يغري ويعد وأعود بهذا الشكل، يغري ويعد وأعود. فنقول يغري ويعد وأعود بهذا الشكل. يشاهد أيضا، أسرع الثعلب، نعم. وقال، قال أيضا من الأفعال، وأسرع. الوعل انتشى من الأفعال، الوعل انتشى. وأيضا هنا اقترب الوعل، أيضا اقترب وفر، اقترب وفر. هنا اقترب وفر. أيضا يا أصدقائي
قفل قفل، وهنا قفل واغتر، قفل واغتر. نعم، هنا قفل وأيضا اغتر. بماذا أصف كل شخصية من الشخصيات الحكاية؟ الأسد هرم، واضح، وجائع بهذا الشكل، هرم وجائع. الثعلب ماكر ذكي، وأيضا أستاذي جائع أيضا، كلها جائع. الوعل غبي جسيم بهذا الشكل، يعني له جسم وقوي بهذه الطريقة، غبي جسيم قوي ومغرور. الوعل اغتر بنفسه. ما العلاقة بين أحداث القصة وعنوانه؟ مخ الوعل هو الأساس الذي جعله يقع بين يدي الأسد، والذي أكله من هو؟ هو الثعلب. هذه هي الفكرة. ما العلاقة التي تجمع بين الثعلب والأسد في رأيك؟ قلنا علاقة مصلحة بين سيد وتابع بهذا الشكل، فالأسد زعيم الغابة والثعلب خادمه. هذه هي الفكرة. أقترح عنوانا آخر للنص: مكر الثعلب وغباء الوعل. نوع النص السابق أستاذي هو حكاية. أقسم النص إلى 4 أقسام وفق العناوين الآتية كما في المثال رقم 1. فنقول هنا: مرض الأسد من رقد إلى مخه. المحاولة الفاشلة من وثب الأسد إلى ثانية. المحاولة الفاشلة إلى ففر الوعل. ففر الوعل. نجاح الخطة من اغتار الوعل إلى ثانية واحدة. هنا إلى وليمة. نعم، أولمه وليمة. العبرة من إلى. قلنا العبرة أستاذي من أعتقد ولا مخلة. أعتقد ولا مخلة. لا مخلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هل ينطبق هذا على الحكاية؟ نعم، فالمؤمن لا يستطيع أحد أن يخدعه مرتين، وذلك لأنه فطن وذكي. المؤمن يكون أستاذي فطنا وذكيا بهذا الشكل، ليس مثل الوعل. الوعل أستاذي لو كنت مكان الوعل كيف ستتصرف؟ لن أستمع للثعلب، لن أستمع للثعلب وقد أقتله لأنه يحاول أذيتي. أثار نهاية النص متوقع لسير الأحداث؟ نعم، لأن الوعل كان غبيا. هذا هو درسنا. إذا أعجبكم الفيديو أصدقائي لا ننسى نغزل اللايك، نشترك في القناة. حفظكم الله ووفقكم بحفظ الله ورعايته.